هذا الشيء هذا يعني ثارت بعده ضجة كبرى في المجتمع بين قابل ورافض وإلى آخره كل واحد. فاحنا بطبيعة الحال عقب هذا الاجتماع الأول الذي ترأسه جلالة الملك أصدرنا بيانا، وعقب الاجتماع الثاني أصدرنا بيانا، وأهم ما يعني يوجد في هذا البيان بعد تنويهنا كما قلنا بمقاربة جلالة الملك وبتفاعل السادة العلماء. إذا جلالة الملك قام بالذي عليه، انتهى الكلام. منطقيا ما خصوش يبقى دابا يتجبد في هذا الموضوع الا اذا كان ضروري. الساده العلماء قاموا بالذي عليهم. دابا القضيه رجعت للساده الوزراء، وهذا الشيء اللي غادي يجي، حيت باقي منطقيا ما خصوش يبقى دابا يتجبد في هذا الموضوع الا اذا كان ضروري. الساده العلماء قاموا بالذي عليهم. دابا القضيه رجعت للساده الوزراء، وهذا الشيء اللي غادي يجي، حيت باقي اولا باقي هذا الشيء ما توضحش بما فيه الكفايه، وباقي هذا الشيء ما جاش كامل، وباقي ما جاش كنصوص قانونيه. كل شيء هذا الشيء دابا يعني مراحل مستقبليه. حنايا صدرنا واحد البيان كنبهوا فيه الاشياء مقلقه اقلقتنا واقلقت المجتمع، وتنقلوها باش اول نقبل كل شيء الساده الوزراء اللي هما دابا اللي عندهم الكره يوضحوا هذا الشيء بطريقه يعني صحيحه، وملي يجيو يعني يشتغلوا على النصوص القانونيه ياخذوا بعين الاعتبار يعني الاشكاليات اللي المجتمع تيطرحها. راه المجتمع المغربي ماشي ميت، راه حي يرزق، والمجتمع المغربي ماشي غبي، راه مجتمع ذكي جدا، تيفهم الامور، تيقرا البرا من الغلاف ديالها كما يقال، من الجوا ديالها. فاذا حنا بغينا هذا الشيء هذا اذا جا يوقع حوله اجماع، الا من ابى. ما بغيناش زعما يعني يعاود يوقع في المغرب ما وقع في حول الخطه يعني المعلومه من انفصال في المجتمع. وين كان انفصال ماشي انفصال الحق، لان معظم المجتمع واغلبيه المجتمع يعني ذهبت في اتجاه الغاء هذه الخطه والتراجع عنها وقد وقع ذلك، ولكن هذيك الحاله شويه ليست مريحه. وهنا حنا عددنا في يعني في هذا البيان عددنا 9 ديال النقط اساسيه طرح لها نقاش وتخوفات، وماشي معقول يعني الحكومه تمشي في الاتجاهات اللي تخوفوا منها الناس. توضح اذا كان هذا الشيء ماشي هكذا، ماشي بحال هذه التصريحات، خصوصا التي ادلى بها السيد وزير العدل مع الاسف الشديد. لا يعني يخص الحكومه تقوم بالدور ديالها باش المجتمع يتقبل هذا الشيء يعني بصدر سليم، ويعرف باللي المقصود هو الحرص على المصلحه ماشي حاجه اخرى. طيب نبداو يعني بالنقطه الاولى التي اثرناها، وربما هي الاكبر، ولكن كاين واحدين اخرين حتى هما اكبر. فيه ايقاف سكن الزوجيه عن دخوله في التركه بالنظر لما ينجم عنه من اخلال بالحقوق المرتبطه بالارث وانتهاك لحقوق الورثه الاخرين، ولا سيما حين يكون السكن يمثل التركه الوحيده او ذو قيمه كبيره. هذا هو النص ديال. على كل حال هو راه بالنسبه للعلماء والناس اللي كيفهموا واللي متبعين راه مفهوم، هذا الشيء اللي تقال راه مفهوم. انا سمحوا لي باش نزيد نوضح واحد شويه هذا النقطه هذه انصافا. نقولوا شنو هو بعدا السبب باش جات. السبب باش جات هو انه في التشريع ديالنا اذا مات الرجل ويعني لا يعني لم يكن عنده ولد ذكر، الذي يرثه هما الابوان بطبيعه الحال والزوجه والبنات اذا كان عنده بنات، بنت او اكثر. اذا كانت عنده بنت كتدي النصف، ولا كان عنده يعني جوج البنات او اكثر كيديو الثلثين. هادشي اللي كاين. كيبقى واحد الطرف ماشي كبير صحيح، ولكن تيبقى واحد الطرف، هذاك الطرف كيديو العصبه. شكون هما العصبه؟ هما خوتو، اولاد خوتو، الى كانوا خوتو ماتوا خلاو الاولاد. شي حاجه تتكون يعني ما كتوصلش للثلث غالبا، كتكون حيت بعدا الثلثين كيديوها البنات، النصف كتدي الا كانت البنت وحده كتدي النص والمراه كتدي الثمن. اذا والابوين كيدي كل واحد منهم السدس. اذا هذا الشيء هذا هكذا كيبقى لهم واحد القدر. هذاك القدر بعض الناس اللي ربما ما عندهمش يعني التسامح الكافي، ولا بغينا نقولوا هذا، كيجيو داك العصبه بعض المرات ماشي دائما، مع الاسر الكريمه كيخليو يعني المراه في دارها. اذا كان داك الشيء زعما محدود كيخليوها في دارها. كيجيو العصبات يقولوا لهذاك المراه لا حنا عندنا حقنا في هذا الدار، اما غنجيو نسكنوا معاك، اما غادي نبيعوا الدار اللي بغيتي، اما غنبيعوا الدار وناخذوا حنا حقنا وتاخذي انت حقك.
طبعا هذه القضيه اللي يشكلوا معها ما يعني هي غير كتكون مقترحه بعض النوبات. في الغالب هذاك العصبه الا ما كانوش كيستحياو كيبيعوا ذاك الدار وتيشتوا ذاك المراه هي والوليدات ديالها. وهذا الشيء اثاره يعني بعض الناس، وفعلا هو فيه اضرار بالاسره، لانه ديك المراه اولا المشكل ديال السكن اليوم ماشي بحال شحال هذه كان المشكل ديال السكن نسبيا محلول، كانوا الناس كيسكنوا كيبنوا ولا كيبنوا دار الى اخره الى اخره. ما كانش زعما حيت العقار اليوم هو الا بنيتي غير بيطون يجي المقدم يقول لك اش كدير هنا ينوض سير حالك. اذا هذيك المراه هذيك اللي عندها الايتام كتكون مهدده بالتشرد، وتيكون بعض المرات يعني داك الشيء اللي غادي تاخذ من الارث ديال الزوج ديالها ما كافيش باش تشري شي محل تسكن فيه، كيوقع ضرر. هذا خصنا نقولوا، هذا هو السبب. النهار الاول هاد الناس شنو بغاو يديروا؟ بغاو يلغيو العصبه، بغاو يلغيوها، قال لك هاد العصبه ما كايناش. العلماء قالوا لهم لا، هذه ما يمكنش، وهذه سيدنا وافق عليها صافي، ما غاديش تعاود ترجع هذه الهضره. العصبه غادي تبقى لانها ثابته بالنصوص الشرعيه، ما فيها لا هضره ولا كلام. طيب شنو المقترح اللي عملوا دابا هو يعني ذاك الدار تبقى للزوجه او للزوج. مات الراجل تبقى فيها المراه حتى تموت حتى هي، مات المراه يبقى فيها الراجل واخا تكون الدار ديالها حتى تموت حتى هي. اولا في الغالب الدار تيملكها الراجل اولا، ثانيا في الغالب الراجل هو الاول تيموت الاول، هذا الشيء معروف منذ خلق الله الكون ماشي عاد اليوم. هذا الاحتياط اللي خداو دابا هاد الناس ديال اللجنه ماشي تيضمن الحق ديال المراه في السكن، تيحرم الورثه كلهم من هذا السكن، لا الاب لا الام لا الاولاد لا البنات لا حتى شي واحد، لا العصبه الا كانت العصبه ما حتى واحد، خصهم كلهم يبقاو يتسناو هذه المراه حتى تموت. ومازال ما عرفناش ملي غادي تموت واش غيورثوها الورثه الاصليين ولا غيورثوها الورثه ديالها. هذه عاوتاني غتكون قضيه اخرى خص النصوص تجي توضح لنا. هذا غير معقول. علاش؟ لانه الا بغينا الورثه، الا بغينا المراه والايتام ديالها ما يتشتوش، خصوصا الا كان يلاه عندهم داك الدويره ولا غير داك الدويره وشي حويجات اخرين وداك الشيء على قد الحال، ولا عطاوها الحق ديالها واخا كاع يبيعوا داك الشيء يعني ما يكفيهاش باش تسكن في الدار، فهمتيني ولا لا؟ خصنا نلقاو شي حل اللي كيناسب هذا المشكل، ماشي نحيدوا هذا الحق كله للراجل ولا للمراه، نحيدوه لهم ونخليو داك الورثه كلهم كيتسناو. نبداو بالولاد. اذا كانت هذه الدار هذه ثمنها نقولوا 5 مليون ديال الدرهم، حيت دابا الديور في الرباط مثلا الدار البيضاء 5 مليون ديال الدرهم، لي زابارتمون هذا هو الثمن ديالهم، او 3 او 4. اما الفيلات فمليار، عندنا دابا حنا هنا في السويسي مليار ما كاينش اقل منه، وفي الدار البيضاء اكثر، كاين ديور ديال 3 وديال 4 المليار. الا خرج هذا القانون بهذا الشيء اللي تخوفوا منه الناس، ما غادي يورثوا لا الاولاد لا البنات لا الاب لا الام لا حتى شي واحد، غادي تولي ديك الدار ملك ديال الزوجه او ملك ديال الزوج، حيت كاين عيالات اللي هما اللي كيملكوا الدار والراجل ساكن معاهم، كاينين واحد منهم واعد الاله بن كيران باش نكونوا زعما يعني واضحين. ففهموني، هاد الاولاد دابا يمكن يكونوا ميسورين، نقولوا غير الاولاد والبنات يمكن يكونوا ميسورين، يمكن يكونوا محتاجين، واليوم راه كلشي محتاج. اللي عنده يعني باش تعيش كتلقاه بغى يقري الدراري، كتلقاه بغى يدير الى اخره. كيف غنديروا نحرموا هاد الورثه الشرعيين من واحد الارث ديال 5 المليون ديال الدرهم ولا 10 المليون ديال الدرهم ولا اكثر ولا اقل؟ كيف غنديروا نحرموهم؟ في هذه الحاله ماشي معقول. الحق ديال هاد السيده هذه، فهمتيني ولا لا؟ يمكن لينا نقتطعوا من الثمن ديال الدار واحد القدر ونعطيوه لها باش تشري، ولا نشريو لها واحد الدار اللي مناسبه لها ملائمه لها هي وداك الوليدات اللي بقاو عندها، اذا كان الارث كبير. اذا في هذه الحاله بعدا باش وبطبيعه الحال ملي غتولي الدار ديالها والراجل مات، الا كانت تمو عندها وكانت بنت الناس، راه غادي تخليها عندها بحال اللي كانت عايشه مع ولدها، تبقى عايشه في دار ولدها. ولكن لما كانش عندها هذه الانسانيه، وكاينين النساء اللي ما عندهمش هذه الانسانيه، اش غدير هذه الام؟ نخرجوها مع ان عندها حق، تخرجوها من الدار، غتولي الدار ديال المراه. والاب نفس الشيء، او ديال الراجل، فهمتيني ولا لا؟ الراجل يخرج الاب ديال الام ديالو ولا الام ديال الاب ديال الزوجه ديالو ولا الام ديال الزوجه ديالو الا كانوا معاه. كاينين رجال جايبين نسابهم عايشين معاهم، هذه حقوق. خص دابا هاد الناس هادو يجيو يشرحوا هذا الشيء للناس، ويجيبوا نصوص قانونيه اللي كتوضح هذه القضيه هذه. حنا في المقترحات ديالنا تفاعلنا مع هذا الاشكال، هذا اشكال حقيقي ما نكروش. هذه المراه هذه اللي كيجي هذا الاخ ديال الزوج ديالها النهار ديال الجنازه، الطلبه كيقراو وتيقول لها غير يكملوا الطلبه، خصك تخرجي باش نبيع الدار باش ياخذ هو حقه. الا كان المراه خدات الثمن غادي تبقى 7 ديال الحقوق على الثمن، البنت غتاخذ 3.5 وهو غيجي يدي 3.5 يعني ويشرد الاسره. او الا عندك اكثر من البنات غيديو من 7 ديال الحقوق، يعني 4 ديال الحقوق وشويه وهو يدي الباقي. لا، هذه ماشي مشكل.
وحنايا قلنا في واحد الحدود معينه اللي ما تجاوزش شي مليون ديال الدرهم. الا كان داك الشيء قليل غنزلوا فيه. الا كانت المراه هي ولادها ما كنظنش كاين مشكل. اون برانسيب الاولاد ملي تيكونوا مرضيين وتيكونوا مكفيين فهما كيتسامحوا مع الام ديالهم تبقى في الدار، حيت المراه كتبغي تبقى في الدار ديالها، واخا تكون الدار كبيره هي كتبغي تبقى في الدار ديالها باش يبقاو عندها لي روبير ديالها وتستقبل الناس ديالها والى اخره. ولكن عاوتاني هذه حقوق. كاين مراه اللي عاشت بعد الراجل ديالها 40 عام، واش هاد الاولاد غادي يبقاو عايشين 40 عام وما كينتظروا هاد الفلوس ديال باهم؟ وما بغيتش نذكر لكم الاسم ماشي عيب، فهمتيني ولا لا؟ غادي يبقاو يتسناو 40 عام عاد يستافدوا هما من داكشي، يعيشوا فيها ولا يموتوا فيها، يقراو ولادهم ولا ما يقراوش الى اخره، ولا برضه هما يحتاجوا الفلوس باش يتداواو ولا شيء من هذا القبيل. هذه حقوق دارها الله سبحانه وتعالى، وكان خصنا حنايا ما نقيسوهاش. ولكن حنا دابا كنشوفوا واحد الحاجه اثيرت، كنشوفوا واش كاين شي حل ليها. دابا العلماء يعني اللجنه تقترح علينا هذا الشيء، هذا خاصها تجي توضح لنا بالضبط شنو هي الحدود ديال هذه الاستفاده ديال الزوج او الزوجه من بيت السكن، والحدود ديال الاستفاده ديال الورثه الاخرين. اما الا كان داك الشيء اللي غادي يبقى لها من السكن ديالها كافيه باش تسكن، ما ندخلوش في الموضوع، فهمتيني ولا؟ صافي هذاك السيد، حيت المال ديال الارث هو ديال الله ماشي ديال داك الانسان اللي مات. كان ماله لما كان يعني حيا يرزق، واتوهم من مال الله الذي اتاكم، هذا مال الله. ملي مات كاين هو اللي فرقوا، فهمتيني ولا؟ ان واحد الحاجه بان لنا فيها واحد الحاجه ولات صعيبه في المجتمع دابا، هي السكن ديال المراه هي وليداتها، معقول نفكروا فيه، ولكن باش نمشيو لدرجه ان نحرم الورثه جميعا هذا غير معقول. اذا هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه تيقولوا فيها الاخوان ديالنا: جعل ديون الزوجين الناشئه عن وحده الذمه على بعضهما ديونا مقدمه على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات ماليه وعانه لكلا الزوجين ضدا على مبدا استقلال الذمه الماليه. دابا هذه الاخوان ديالنا اللي فهمنا احنا منها، خص دابا الساده الوزراء عاود يجيو يشرحوا اللي فهمنا احنا منها، انه الا مات الراجل او مات المراه وكان كيتسال شي واحد فيهم شي حاجه، ذاك الديون هي الاولى تخلص. بمعنى اخر، يعني اذا مات الزوج وخلى نقولوا 100 مليون، حيت داك الشيء اللي كيخليو المغاربه اليوم هو في الغالب الا كانوا لا باس بهم الدويره وشي فليسات في البنك، في الغالب ما كيوصلوش للمليون درهم في الغالب. طبعا كاين الاغنياء والاثرياء الى اخره. فحنايا كنتكلموا على هذه الشريحه اللي هي الاوسع. هذه الشريحه هذه اللي هي الاوسع تيقول لك هذيك الدين اللي كيتسال المراه يتخلص من فلوس الراجل، والدين اللي كيتسال الراجل يتخلص من فلوس المراه. علاش؟ حيت كانوا مزوجين. هذا واحد المصيبه هذه الا كانت، هذا غير معقول. الدين اللي كيتسال المراه تخلص من الارث ديال المراه، والدين اللي كيتسال الراجل يتخلص من الارث ديال الراجل. علاش؟ حيت كانوا هما مزوجين، واحد فيهم خصو يخلص على الاخر. علاش؟ ولا كانت مثلا الا كان مثلا الراجل يعني كياخذ ديون بلا منطق وبلا استشاره مع الزوج ديالو وبلا اتفاق معها، فهمتيني ولا لا؟ وماتت هي، يعني نخلصوا هذاك الدين اللي ماشي معقول، اللي ربما الراجل استعملوه غير في الخمر ولا في القمار ولا في ما نعرف شنو من الفلوس ديال المراه، ونحرموا الورثه. يجيبوا هاد الناس هادشي. عنده الربع الا كان مراته عندها الاولاد، وعنده النصف الا كان عنده الربع الا كان مراته عندها الاولاد، وعنده النصف الا ما كان عندها اولاد، ياخذ يدير به اللي بغى. الباقي عنده اصحابه الذين يستحقونه بموجب شرعي. ما يمكنش تحيد لهذا باش تخلص الدين على هذا الذي قد يكون دينا معقولا او غير معقول. هذا كيتعتبر زعما هذا مصاب، هذه مصيبه، هذه مصيبه لا اول لها ولا اخر. والناس ما تيفهموش هذا الشيء. الذمه الماليه ديال الرجل مستقله، والذمه الماليه ديال المراه مستقله. بلاتي دابا الذمه ديال الرجل مستقله على ذمه المراه، وديال المراه مستقله على ذمه الرجل، هي اللي معمول بها دابا. وما ما شفناش شي نص شي موضوع ديال انه جعل الذمه مشتركه. المدونه تنص على انه للزوجين اذا ارادا ان يجعلا ذمتهما مشتركه. يعني العدول كيمكن لهم يكتبوا الا طلبوا منهم الرجل ولا المراه ولا بجوج واتفقوا انه الذمه تكون مشتركه، بمعنى الفلوس اللي كيجمعوا ديالهم بجوج كذا الى اخره. هذا مازال ما كاينش وما خصوش يكون، لانه هذا غيولي الدار بلاصه ديال الحساب، والبلاصه ديال الحساب غتولي بلاصه ديال الدار، والمشاكل ديال هنا غيتنقلوا لهنا، والمشاكل ديال هنا غيتنقلوا لهنا. السلام على الزواج. اكبر نصيحه يمكن لي ننصح بها الرجال: ما تقربوش للفلوس ديال عيالاتكم، خليوهم يدبروهم بالطريقه اللي بغاو. والعيالات تقول لهم ما تقربوش للفلوس ديال رجالكم، خليهم يدبروهم بالطريقه اللي بغاو. الا بغيتي تطلب منها تعطيك شي حاجه يعني بخاطرها، هذاك يعني ما كاين مشكل. الا بغات هي تطلب من راجلها شي حاجه يعطيها بخاطره، هذا ما كاين مشكل. الا بغاو هذا الشيء هذا يكون خصهم يتفقوا عليه في عقد منفصلين عن عقد الزواج. هذا الذي تنص عليه المدونه. ولا مشيتي وتخلطتي بين الذمه الماليه ديال الرجل وديال المراه، راه غنوليو في داك الشيء اللي عايش فيه الغرب. وراه الغرب عايش فيه مشاكل لا يعلمها الا الله. واحد السيد قريب ديالي، فهمتيني ولا لا، تزوج بواحد المراه وكتب لها النص ديال الممتلكات ديالو، ودار معاها حتى الاولاد،
واحد الوقت لاحظ عليها شي حاجه ماشي هي هذيك، طلقها، خدات له النص داك الشيء اللي بقى عنده، انه واخد الربع وهي خدات ثلاث ارباع، وهو وتفرقوا هو وياها، ورجع عاوتاني للمغرب وتزوج بمراه اخرى. هذا الشيء دابا ما يمكنش يكون. الاسره ستضيع، لانه المراه غتولي دايره عينيها على الفلوس ديال الرجل، والرجل داير عينيه على الفلوس ديال المراه، وغادي ينتج عن هذا الشيء كوارث. وهذا الشيء راه مخوف الناس وعليها تيغوتوا. اعتبار عمل الزوج المنزلي مساهمه في تنميه الاموال المكتسبه خلال قيام العلاقه الزوجيه، بالنظر لما تطرحه مساله تبيين هذا العمل من اشكاليه عمليه ومخاوف حقيقيه من تحويل فضائل الاسره القائمه على التراحم والتعاون الى فضائل الحسابات والنزاعات. اسمحوا دابا غير قولوا لي، العلاقه بين الرجل والمراه مبنيه على المكارمه، كل واحد فيهم يحاول ان يكرم صاحبه بما يستطيع، حتى اللقمه يضعها الرجل في فم زوجته تعتبر له صدقه، فهمتيني ولا لا؟ وعلى الاحسان، وعلى ان كل واحد كيبذل واحد الجهد. الرجل كيخدم على برا في الاصل، والمراه كتخدم على الدار ديالها، وربما تكون كتخدم كذلك يعني في الزنقه. الا كانت المراه كتخدم في الزنقه والراجل كيخدم في الزنقه، وبغاو يتفقوا على كيفاش يدبروا المال ديالهم، يديروا اتفاق كيف ما بغاو، ماشي مشكل. ولكن المراه كتخدم في الدار ومات الزوج وبغينا نقسموا الاموال المكتسبه، فهمتيني ولا لا؟ اذا نص على ذلك المدونه، ندخلوا فيها خدمه المراه. عطيناها في الاول الدار، ودابا غنرجعوا نحسبوا دوزات مع الراجل 40 عام، باش غنحسبوا لها 40 عام ديال الخدمه. شو هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ هذا منكر. المراه العمل ديالها في الدار لا يملك ان ياجرها عليه الا الله، لان عملها لا يتوقف. هذه المراه اللي كتبقى في الدار، فهمتيني ولا لا؟ ملي كتفيق الصباح مسكينه وهي واقفه على رجل وحده، ها هي وجدت الفطور للدراري، ها هي يعني وجدت الفطور لراجلها، ها هي لبساتهم، ها هي وكلاتهم، ها هي صفتهم، ها هي واحله مع البطن ديالها حامل، ها هي كترضع، ها هي. شكون اللي غيقدر يقدر هذا الشيء؟ شكون عباد الله؟ شكون؟ نديروا لها 3000 درهم في الشهر، تجيها حوالي 4 مليون في العام. الا بقات معها 40 عام هي 160 مليون. شحال خلى هذا الراجل كاع؟ عطيناها الدار بحال اللي كتقولوا، بغيتوا تعطيوها الدار وخصكم تعطيوها 160 مليون من اللي يموت الراجل، شنو غادي يبقى للورثه؟ هذا الشيء اللي كتقولوا حرمان للورثه جميعا لصالح المراه. وهل امه ليست مراه؟ وهل بنته ليست مراه؟ وهل اخته ليست مراه اذا كانت تستحق نصيبا من ذلك؟ شنو هذا الشيء كتقولوا؟ الساده المحترمين، خليوا الرجل والمراه لابقين على النيه الحسنه. المغاربه قالوا لكم شحال هذه الحرث بالنيه والزواج بالنيه، ما يمكنش تدخلوا بيناتهم وتبداو وثم هذه اهانه. بغيتي تعرف شحال الثمن ديال المراه سميتو، قول اللي بغيتي، ما توصلش للثمن ديال المراه. قول اللي بغيتي، ما توصلش للثمن ديال المراه. الخدمه ديالها اللي كتخدم مسكينه من الصباح حتى الليل وهي واقفه على رجل وحده. ودابا ولاو زادوا لها البيرمي، وكتدي الدراري وتجيبهم من المدرسه وتمشي تتقضى، وكاين فيهم اللي يزيد على هذا الشيء هذا كتخدم، فهمتيني ولا في الاداره الى اخره. هذا شنو هذا الشيء هذا؟ باش يديروا لها هذا الشيء؟ ما كاينش اللي غادي يقدر يدير الثمن ديال هذا الشيء. لهذا هذا الشيء هذا خص هذه النقطه خصها تزول، يجب الغاؤها نهائيا. تسهيل الطلاق والتطليق. واحد من اشتراط الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين. فالقضية هذه ديال التسهيل ديال الطلاق هذه واحد العبارة ما مزياناش. حنا ماشي نبغيو نعقدوا الطلاق، لا صافي، كلمة لا التفاهم الله يجعل البركة، ولكن ماشي التسهيل. عاوتاني راه الناس الوقت كيعاونهم كيتراجعوا شوية، خصوصا في الحالة ديال الطلاق الاتفاقي. يعني كيكون الراجل والمراه متفقين على كل شيء، متفقين وكيديروا واحد الورقات يقولوا حنا متفقين باش نديروا هذه ونديروا هذه، والمراه غتاخذ الحوايج ديال الدار الى اخره. كيكونوا متفقين على هذا الشيء وكيمشيو عند القاضي، وخليهم تيمشيو عند القاضي، بحال اللي تعطي الاذن يعني في الطلاق للشقاق وتعطي الاذن في الطلاق للخلع الى اخره، يعطي الاذن حتى في هذه. وقبل ذلك علاش حرمتيوهم من هذه المحاوله ديال الصلح؟ درتيو واحد الحاجه مزيانه وحنا طالبنا بها، درتيو انه الصلح يولي عنده مؤسسه خاصه به، وهذا جيد جدا. فيه ناس اللي كيفهموا في هذا الشيء ديال الصلح الى اخره، وعندهم مصداقيه وكذا الى اخره، ويجي شي واحد من جهه المراه وشي واحد من جهه الرجل، ولكن شي الصلح يكون. فخليو هذه المرحله، علاش داكم تحيدوا هذه المرحله ديال الصلح؟ على الاقل في هذه القضيه ديال الاتفاق ما تحيدوش هذه المرحله يعني ديال الصلح. دابا هادو 4 ديال النقاط تكلمت عليهم، انا غادي نوقف دابا ونعاود نرجع ان شاء الله الرحمن الرحيم نتكلم على 5 ديال النقاط اللي بقاو. والله الموفق. السلام عليكم ورحمه الله.